السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. اتمنى اللي لسه عملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، ويعمل لايك على الفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. النهاردة الروتين بتاعنا في الصالة زي ما انتم شايفين. الفرشة اللي هي بتاعت الانتريه دي نضيفة، برضو انا لسه كنت غسلها قريب، فهننضف. تمام. فكرتوني والله العظيم بغسال السجاد. عندنا السجاد عايز يتغسل على دخلة رمضان كده، يعني قدامنا لسه فرصة اهو. رمضان تقريبا اخر الشهر. تمام. فربنا يعيننا ان شاء الله ونغسل السجاد كله، عشان بحس ان الواحد اصلا طالع من هيطلع من رمضان يعني عايز الشقة تبقى نظيفة، يعني عشان العيد وتنظيفة العيد وزي ما انتوا عارفين وكده، بس يبقى الواحد مرتاح شوية. في نفس الوقت ان هو بقى الواحد طالع اصلا من صيام وتعبان وهبطان ومش قادر، فالحاجات التقيلة ديت نخلصها قبل رمضان، يعني قبل رمضان ما يبدأ كده بأسبوع او حاجة ابدا اغسل السجاد. يعني ده انا كده مش هغسل طبعا ولا هرهق نفسي. الروتين هيبقى في رمضان زي ما انتوا عارفين. هيبقى بسيط. هيبقى الروتين العادي، مفيش تنظيف عميق، يعني كفايه هدة العيال والصيام علينا، فاكيد مش هنهد نفسنا اكتر من كده. يبقى احنا كده ايه اللي بنعذب نفسنا بايدينا يعني. كده نضفت الكنبه باللي عليها شلته. تمام. بس مش عارفه الكفر ده من كتر الغسيل تحس ان هو، يعني كان الاول اول ما جبته كان بيدخل في الزوايا بتاعته كده، ودلوقتي احس ان هو بقى من عند الزوايا كده يعني مش ظابط معايا، مش فاهمه ليه، ايه السبب؟ مش عارفه الغسيل عامل فيه ايه، ولا هو باظ كده ولا ايه. والله عايزه اجيب كفر جديد ليه كتغيير برضو. جربت اصلا يعني ورحت كذا محل. تمام. في المحلات اللي هي بتبيع الكفرات بتاعه الانتريات اللي هي الجاهزه، الكروشيه والجو ده والجاكوار، ما عجبنيش بامانه. يعني انا بحب الحاجه الساده، مش حاجه يعني كنت تكون القماشه ساده زي اللي انا عاملاها دي، ساده كده لون واحد، يبقوا لونين في بعض لون واحد، بس ما يبقاش مزخرفه ولا منقرشه، ولا تكون قمشه من قمشه التاني بتاع الايه اسمها ايه يا ربي، الكفرات التانية دي ما بحبهاش خالص، فما عجبتنيش بأمانة. يعني في شفت انا كفرات على النت اللي هي بتيجي بالاوردرات. بصراحة انا خايفة اجيب واحدة منهم قوي، يعني شفت انا حاجات شيك كده وحلوة، لكن انا بصراحة عمري ما جربت الاوردر الاونلاين ده، بخاف منه جدا. خايفة لما يجيش نفس الصورة، وطبعا ده حاجة واردة واكيد يعني ان هي ممكن تيجي اكيد من مش زي الصورة، غير من مكان موثوق منه طبعا، وانا ما اعرفش حد. يعني انا ما اعرفش حد اونلاين، فما عنديش خبرة كفاية، فمش شايفة يعني ان انا غير قدامي حل واحد غير ان انا افصل برضه زي ما انا فصلت ده. يعني انا يوم ما قررت ان انا اعمل كفر فصلته. انا كنت مفصلة الكفر ده، شوفوا من كام سنة، من 3 سنين. من 3 سنين كان بمبلغ وقدره والله، يعني مش رخيص خالص، يعني بمبلغ وقدره من 3 سنين. يعني الله اعلم دلوقتي عشان اعمل، يعني كان تمن الكفر ده يجيب لي ركنه كده في مكانه، يعني اقسم بالله كانت جبت ركنه تحفه. انا متخيله ان السعر هيبقى الدبل، فالسعر هيبقى ما شاء الله داخل برضه في ان احنا ممكن السعر ده يجيب لنا ركنه تانية خالص كنوع من انواع التجديد. فهنشوف كده. ما شاء الله الاسعار في مصر الفتره دي غاليه وزادت بطريقه غير طبيعيه، خلت يا جماعه محدودين الدخل يعني بقوا تحت الدخل بكتير، يعني تحت يعني بقى تحت المستوى اللي اقل من ده. تمام. وانتوا طبعا عارفين كل ده. يا رب اللي احنا فيه ده يعدي على خير يا رب، والاسعار ترجع زي زمان. كل حاجة غالية، فراخ لحمة خضار. حتى الأسماك اللي هي أغلبية الناس كانوا يعني مثلا بيقولوا إن السمك رخيص فاحنا نجيب سمك، وكانوا فعلا الناس بتاكل سمك كتير جدا. دلوقتي بقى السمك نوع من أنواع اللي هو لو حد عنده كيلو سمك من الحلو ده يبقى يا ابو زيد خاله.
وفي نفس الوقت البيض اللي هو الحاجة الأساسية في أي تلاجة، كفطار وعشاء أو بنستخدمه في الغدا مع البطاطس المحمرة، برضو بقى غالي جدا جدا. يعني الله المستعان يا رب ويقدرنا على الفترة اللي جاية. الحمد لله على كل شيء. فترة وهتروح يعني انا واثقة. بس المبشرات ان في ان انا بسمع يعني واشوف الاخبار وكده، ان على اخر شهر 3 بالعكس الاسعار هتزيد، يعني على بداية رمضان هتزيد اكتر واكتر كمان. فربنا يستر ويفرجها علينا كلنا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بقى نظفت الكراسي والكنبة والسجادة. بلمها كده من ناحية واقوم منفضاها، عشان طبعا الناحية التانية عليها حط عليها الكرسيين، لكن الناحية دي مش الكراسي مش محطوطة عليها، فبيديني فرصة ان انا امسكها وانضفها من جنب. تمام. ويبقى بالمنظر كده. يعني سبحان الله النظافة ده بالنسبة لي انا كده كل يوم، والله العظيم بجد. يعني انا لو كان عندي عقل اللي انا بعمله كل يوم ده، لو انا كنت بصور الفترة اللي فاتت، ما كانتش القناة يعني اتبهدلت كده ورجع مستواها بالمنظر ده. بس الحمد لله على كل شيء، كل شيء بأوانه زي ما بيقولوا، وكل حاجة في ميعادها. آه، فدلوقتي احنا خلصنا الصالة. طبعا على قبل رمضان هنعمل تنظيفات عميقة بقى زي ما انا قلتلكوا. يعني قبلها باسبوع هنغسل السجاد، عشان السجاد ندخل على دخلة رمضان يبقى نضيف كده وزي الفل وبيبرق معانا. تنظيفات عميقة بقى للتلاجة والفريزر وتحت التلاجة وتنظيف المطبخ وورا البوتاجاز. عارفين انتوا التنظيفات دي طبعا يعني. والدولاب لو مش مظبط نظبطه، وورا السرير تحت السرير، كل ده طبعا بإذن الله نعمله مع بعض. الروتين يا جماعة للناس اللي مش فاهماه او ايه ده اللي هي بتعمله، هي بتعمل حاجة كده يعني ما هي بتعمل ايه، بتخترع. ما الناس كلها بتعمل كده في بيوتها، يعني هي كده بتعرفنا ازاي نكنس وننظف. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، اللي مش عاجبه المحتوى ما يدخلش القناة. تمام. احنا بنقدم محتوى بكل احترام. بنقدم محتوى. انا قبل ما افتح القناة دي كنت بتفرج على فيديوهات الروتين، بتحفزني وتشجعني. تمام. احب اسمع كلام الناس، احب اسمع حكاياتهم، اللي هم مثلا انا اوقات احكي عن مواقف حصلت لي، اوقات اتكلم عن حاجات فعليه حصلت معايا. في ناس كتير بتحب النوع ده، وانا من ضمنهم من قبل ما اكون انا صاحبة قناة. في ناس بتحب كده، والستات بتحب ان هي تتشجع. انا احب جدا لما اكون بلف مثلا على الفيسبوك او في اليوتيوب واشوف فيديو زي ده قدامي واتفرج عليه، بيشجعني لو انا عندي خمول او كسل او مش قادرة. ده بيشجع. اساسا اهم حاجة في حياتنا اللي يشجعك على حاجة. يعني مثلا اكون انا مش عايزه اروح شغلي ومش ومكتئبه وكده، فلما يبقى ليكي صديق او ليكي مش عارفه حد قريب منك وبيشجعك ان انت تروحي شغلك وتكملي في حياتك. فاحنا طول الوقت محتاجين التشجيع في حياتنا، على ده على سبيل المثال يعني. اللي هو احنا كلنا محتاجين اي حاجه تحفزنا. فده لستات البيوت اللي بيحبوا اللي هم، انا من ضمنهم، ما بنشتغلش، فبنحب ان احنا نتفرج على الفيديوهات دي. يعني انا من النوع برضه بحب اتفرج جدا على الفيديوهات بتاعه الاكل اللي الناس بتاكل فيها. انتوا متخيلين بقى؟ هتقولي انت بتستفادي ايه؟ لا، بتجوعني مثلا. مود بقى جت عليا فتره اقسم بالله بنام واصحى وانا اتفرج على الفيديوهات دي. هي بتبقى يا جماعه اراء واذواق. تمام. دول بس الناس اللي بتنتقد، يعني يا ريت بس ينتقدوا باحترام ويتكلموا يعني في الكلام اللي انا قلته يجادلوني فيه بس. خلاص. من حيث احنا بنقدم محتوى محترم، مفيش فيه اي نوع من انواع الحاجات التانية الوحشة اللي انتوا عارفينها طبعا في القنوات التانية، اللي هي سوقت وبوظت سمعة قنوات الروتين. انا ما عليا منهم، انا ليا باللي انا بقدمه المحتوى بتاعي. وانا بحترم نفسي قبل ما بحترم اي حد. فانا احترم شكلي وشخصيتي ومكانتي قدام نفسي قبل اي حد. فكل واحد بيقدم اللي هو المحتوى اللي شبهه. خلاص. خلاص. انا طبعا من قبل ما انا كنت اغيب،
كنت بتمنى وما زلت، وطبعا ان شاء الله هعمل كده، يبقى محتوى متجدد ومتنوع، يعني مش طول الوقت روتين بس، لا. فلوجات طبخ،